ما شاء الله تبارك الله. جي اس 8 سيارة صينية وكيل الجميح. ما شاء الله تبارك الله. هذه السيارة طبعا فيها نظام دبل ونظام ثلج ونظام رمل، ويعني أنظمة تنفع في الطعوس. طبعا السيارة موجودة في معرض جدة الدولي للسيارات. ما شاء الله تبارك الله جميلة. جاك نوع السيارة موديلها جاك. هذا الشكل الخارجي. ومعانا هنا الأخ عبد الله ممثل الشركة، حيشرح لنا مواصفات السيارة وإيش ميزات السيارة. طبعا 2019. ما شاء الله تبارك الله. ممكن تعطينا أخوي عبد الله فكرة عن السيارة ومواصفاتها لو سمحت؟ هذه السيارة اسمها جي اي سي، سيارة صينية. الشركة هذه كانت تصنع قطع غيار لشركات برا، وصارت هي تستورد بعض قطع الغيار وتصنعها بنفسها. تمام. ضمان السيارة 5 سنوات مفتوح الكيلومتر، 60,000 كيلو صيانات مجانية، وكيل السيارة الجميح. السيارة هذه في منها فئات، في منها دفع ثنائي فئتين، والدفع الرباعي الفئة الأعلى الفول أوبشن. تتوفر ببانوراما، شاشة 10.5 إنش، تسخين تبريد مقاعد. الماكينة 2000 سي سي توربو، 201 حصان، التورك 320. ما شاء الله. عندك الجنوط 18 كفرات شركة كونتيننتال فول اوبشن. ما شاء الله. عندك الاسطبات تلف معاك يمين يسار. ايوه ما شاء الله. LED 4 شمعات. قصدك الشمعات. ايوه. مدى الإضاءة 600 متر. ما شاء الله. تمام. يعني نص كيلو تقريبا او اكثر. تقريبا ايوه. كاميرات 360 درجة. السيارة من جوا فيها جميع الاوبشنز اللي اي شخص يحتاجها، شاحن وايرلس للجوال، عندك التحكم بالنقط كامل، في وضعية للثلج، في وضعية للرمل، في وضعية للايكونومي، في وضعية سبورت، فيها تحكم في الجير في الطارة نفسها. 6 سرعات الجير، ياباني من شركة ايزن اليابانية. المكيف ياباني من شركة دينسو. المكيف ثلاثي منفصل، اللي خلف يتحكم لحاله، وفي الأمام كل شخص يتحكم لحاله. طيب بالنسبة للسعر تقريبا ايش سعر الفول اوبشن منها والعادي؟ الفول اوبشن ب 104,000 ريال، والستاندرد ب 94,000 ريال. هي نوعين بتيجي فئتين. النص فل ب 98,000 ريال. النص فل تفرق عن هذه انه هذه فيها دفع رباعي بس، فيها شنطة ذكية تقرب من الشنطة تفتح لحالها. ما شاء الله. بالنسبة للفل السقف بانوراما. بس تقريبا هذه اهم المواصفات اللي فيها. فتحات USB في الخلف وفي الامام، في فيش كهرباء في الخلف، الناس اللي تشبك لابتوب تشبك اي شيء زي كذا. هذه المواصفات اللي موجودة عندنا. نشوفها من الداخل. اوكي تفضل. ما شاء الله هذه السيارة من الداخل. ما شاء الله. مقاعد كهرباء. كيف؟ شوف الديكور التصميم، حتى الكشافات مهتمين فيها. البانوراما زي ما انت شايف. هنا أنظمة الانزلاق والدبل والكلام ده كله. تسخين تبريد مقاعد، اوتو هولد، اذا وقفت السيارة تحطها عليه ما يحتاج فرامل ولا بريك، توقف السيارة لحالها في اي مكان انت متواجد فيه. عندك البريك الكتروني، وضعية سبورت. شغل الثبات. عندك الشاشة 10 انش. ما شاء الله
الشاشة اي متوفر فيها كل شيء تقريبا. اندرويد يمكن ها؟ لا ما هي اندرويد، النظام العادي. ايوه. بتوفر لك شغلات كثير. طبعا ما فيها جي بي اس السيارة. نعم. ما فيها رادار، كاميرات 360 درجة. التكييف زي ما انت شايف تحكم منفصل. شوف هذا الحال وهذا الحال الراكب. أيوة. وفي الخلف نفس الشيء. اي دحين نرجع ورا كمان. فتحات يو اس بي بالنسبة للدكاية. ايوه ما شاء الله زي ما انت شايف معطينك تخصيص كبير، تقدر انت تخصص حتى تشوف مكان المشروبات، تقدر تحط 4 مشروبات. اي ما شاء الله. تحط هذا تقدم وترجعه على كيفك. تقريبا هنا هذا زر الكاميرا، يعطيك 360 درجة كاميرا لو السيارة شغالة كان شفناها. نعم. تخشيبة كاملة تجي حتى في الستاندر. زي ما تشوف هنا فيها اللمبة بيضة. نعم. المرايات. تقدر من هنا الرد على المكالمة، إغلاق المكالمة، مثبت سرعة، تحكم كامل في الطارة. عندك هنا شاشة برضو، شاشة معلومات. ما يشتغل النور العالي. قائد المركبة. لا فارس لا. تقريبا هذه أغلب المواصفات اللي موجودة. ما شاء الله ما شاء الله. طيب نصورها من ورا. وهذه المقاعد الخلفية. لون ما شاء الله تبارك الله جميل. طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله المسافة هنا ممتازة ما شاء الله، مريحة. هذا البانوراما. طبعا السيارة مفتوحة كاملة. عندك الأرضيات هذه ما تجي كذا، هذا الوكيل إضافة من الوكيل. أيوة. أرضيات تجي عادية. هنا التحكم الإلكتروني للمكيف الخلفي. عندك هنا شوف فيش الكهرباء، نزل عندك هنا فيش كهرباء لللابتوبات، للأجهزة توصيلة، حتى اللي بيشغل استشوار يقدر يشغل. ما شاء الله. ما عندك مش تتحمل. وهذا شاحن أو يو اس بي على المسجل. ما شاء الله ما شاء الله ممتاز. بالنسبة للدكاية حاملات أكواب عادية، دكاية عادية جدا. صف ثالث موجود عندنا في السيارة. الصف لما ممكن نحن نطلع نفتحه الآن. ضروري. ايوه اوكي ممتاز. عندك السيارة هنا إذا قربت من الشنطة تفتح لحالها. إذا أرجع ورا الخلف شوية، أرجع ورا بدأت تتحرك. السيارة تفتح الشنطة لحالها بدون ما تسوي رجلك من تحت ولا شيء. أيوة. مجرد اختراق يفتح لك السيارة. عندك هنا مكان للتخزين. نعم. على السبلة طبعا موجودة في الأسفل تحت. وهذه المقاعد قابلة للطي. سهل جدا. رفع المقاعد جدا سهل. حتى في عندك هنا أماكن الأحزمة، يعني حتى إذا أنت بتفتح شنطة كاملة هذه تضايقك ممكن. هنا مهتمين في جميع التفاصيل، حتى هذه حطوا لها مكان ما شاء الله لوضع الحساب. ما شاء الله. زي ما أنت شايف كيف المساحة حقت الراكب هنا. لا مرتاح، يعني يكفي شخص ممكن بحجمه. تحب تركب قدام تشوف كيف؟ تحب تركب قدام تشوف كيف الشنطة برضو إغلاق أوتوماتيكي، تضغط الزر هذا وراح تقفل الشنطة معاك. لو في طفل ولا شيء راح تقاوم الشنطة تفتح لحالها، ما راح تنقفل. إذا في أي طفل أي أحد راح ما تقفل الشنطة. ما شاء الله. في أنظمة جميلة بصراحة. شكمانين، حساسات أمامية، حساسات خلفية، كاميرات زي ما قلنا 360 درجة. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شوف الاسطب هنا عندك، الاسطب جاي على كأنه مربعات صغيرة، تصغر المربعات كأنه عالم لا متناهي من المربعات. شايف كيف؟ صح. هذه طبعا فيها ديكورات حلوة. عندنا الكبوت هيدروليكي، ما يحتاج تحط عصاية، ما يحتاج تحط شيء، ترفعه لحاله وهو يفك. هذه الماكينة زي ما انت شايفها تيربو، هذا هو التيربو حق السيارة. ما شاء الله تبارك الله.
بطنة بالكامل زي ما تشوف.